أمي قالت لي الكبة على طريقتي ساوية، وكل ما أكلتي لقمة قلت مستحيل الطعمة تنسيها. رح نعمل اليوم كبة مشوية. نقعت البرغل وحطيت فوقها بصل وملح وكمون وصدر دجاج وضربتهم كلهم على الماكينة لحتى نعمت عندي بهذا الشكل. حضرتهم كلياتهم للكرات حتى يكونوا كلهم بحجم واحد، وبعدين حشيتها لحمة وفوقها شحمة، وبعدين سكرتها بهي الطريقة. بكمل كل الكمية على نفس الطريقة. وهون جوز استلم الشوي وشوينا كل الكبة والحمد لله خلصنا وساحت شحمتها، والطعمة عن جد دمار، يعني شي ما بيشبه شي أبدا. وفرمت جنبها سلطة، يعني لازم يكون جنبها شي خفيف لأنه هي كتير تقيلة، وهيك كان شكلها. وإن شاء الله تعجبكم، وألف هنا وعافية على القلب.